السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة التاسعة من البودكاست ديال السعفوية، وضيف الحلقة اللي هو با مصطفى. مرحبا با مصطفى. الله يبارك فيك أخي الكريم، وشكرا على هذا الاستدعاء في البيت ديالك إن شاء الله. معكم الأخ مصطفى العيل، مزداد بسيدي عبد الرحمن، 1967، متزوج بثلاثة أطفال، عامل في شركة. والله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إن شاء الله. امين يا الله رب. يا سيدي. با مصطفى، بغيت نعرف الصغر ديالك فين دوزتي، فين عشتي، الذكريات، عاودينا على الماضي ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا في هذا الشهر العظيم، يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، ويرحمنا ويرحم والدينا ويرحم من علمنا ويرحم من سبق الإيمان، ويصلح وليداتنا ووليدات المسلمين، والله يهدي الشباب إلى الطريق المستقيم. أخك مصطفى في الله، تزدت بسيدي عبد الرحمن في 1967. الحمد لله دازت الطفولة كاملة في سيدي عبد الرحمن، والحمد لله دزنا في ظروف حسنة، لا حنا ولا الناحية ديال الناس ديال سيدي عبد الرحمن، والناس ديال دوار السغالام، الناس ديال دوار مسعودي، الناس ديال فوزيات. والله الحمد لله كنا بحال الخوت الحمد لله. كانت طفولة ناعمة الحمد لله. والحياة في سيدي عبد الرحمن دازت بالمنفعة الحمد لله. الحمد لله دازت على واحد الطريق مستقيم. والله سبحانه وتعالى الحمد لله ملي وصلنا لهذا السن، وحنا الحمد لله باقيين متحابين في الله. نعم سيدي. بغيت نسولك بالنسبة للمواظبة ديال الصلاة، امتى بدات بالضبط؟ الصلاة، الأب ديالنا أخي الكريم سي يوسف والإخوة الكرام، الأب ديالنا كان قاصح فينا شوية من ناحية الصلاة. من الصغر ديالنا الأب ديالنا كان كيضرب من على الصلاة. الحمد لله هذيك العصا اللي كنا في الصغر الحمد لله عطات النتيجة. من بعد عطات النتيجة. هذيك النتيجة هو ولات المواظبة للصلاة، على الصلاة وعلى الصيام، والحمد لله الأعمال الخيرية، منا الأموات، منا فعل الخيرات في المساجد، منا الناس المستضعفين، الناس اللي ما في حالهمش كنحاولوا ثم كنوقفوا معهم في سبيل الله. الحمد لله. الأهم من هادشي كامل هو الصلاة. الصلاة اللي كانت سبب في هذا الأعمال. بارك الله فيك. شحال كتعرف تقريبا باش بديت الصلاة؟ الصلاة سيدي ملي بديت نقول شي 18 عام. 18 عام بدون انقطاع منها. بدون انقطاع الحمد لله. وبالنسبة للأعمال الخيرية، الأعمال الخيرية ملي كنا في سيدي عبد الرحمن، كانوا كيجيو عندي الإخوان، الناس اللي كيجيبوا المعاونات وداكشي كنت أنا مكلف بها. كنقدم السيد اللي كيجيب المعاونة كنقدمو مباشرة للناس المحتاجين، يعني بيدو هو كيوزع الخيرات ديالو. والله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا الأعمال إن شاء الله. بالنسبة لهاد الأعمال هذا، بعض المرات ما كتحس بواحد الضغط، كتسمع الناس كيدويو فيك. كاين ضغوطات بزاف، لأن بنادم الإنسان كاين اللي كتلقاه عنده وباغي. ديال المسألة الحاجية هذه، الإنسان كتلقاه عنده وواحد ما عندوش، ولكن كلشي باغي. حنا خصنا نشوفوا الناس اللي أضعف منا، حنا هما الأولين كياخذوا. ملي كتوقع في هذا المشكل كتعطي لواحد عنده، كيولوا مشاكل، يقولوا علاش اسيدي هذاك السيد عنده وهاد الناس ما عندهمش، تما كتبدا ديك المشاكل. والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ويجوز منا الاخطاء في شي واحد. نعم سيدي. بغيت نسولك با مصطفى، بالنسبة دابا لغسل الأموات، كيفاش راس اموات في سبيل الله. كيفاش داك أول مرة أنك تدخل تغسل واحد الموت، كيفاش جاتك الفكرة بعدا؟ هو الاخ الكريم، غسل الاموات هو الحمد لله غسل الاموات اسهل ما يرام. غسل الاموات راه بحال غير كتوضا نتايا، بحال انت كتوضا الوضوء الصغير والوضوء الكبير.
ولكن يا اخي الكريم، الى كنتي تمنيتي باش تغسل الاموات، اول حاجه هذاك الشيء امن فيه تقليد. اول حاجه تقليد، ثاني حاجه خاصك تكون ثقه، وثالث حاجه هو الكتمان. ما الغسل اسهل ما يمرض. الغسل سهله، وواحد الطريقه سهله، يعني اسهل ما يمكن. غير اللي كيحب الانسان في الغسل الاموات هو الكتمان. تكتم، كاين شي حاجه كتبشر بالخير، مبتسم او مشاهد كتبوح بها الناس، وكتوكل على الله وكدير السنه، الغسل بالسنه ان شاء الله. هذا هو المهم. وبالنسبه للغسل، واش اي واحد يقدر يغسل؟ مثلا دابا انا باغي نغسل، واش عندي الحق نغسل ولا لا؟ كيكونوا الشروط؟ هو الغسل اخي الكريم سي يوسف، هو الغسل واجب على اي مسلم. الغسل واجب على اي مسلم، خاصو يكون يعرف يغسل. في حالة توفيت انا ما كاينش اللي يغسل كي انت، خاصك تغسلني، ما يمكنش ما غادي تعرف. الا كان الزوج والزوجه كاينين بوحدهم في شي قريه او في شي جبل ما كاينش اللي يغسل، يقدر يغسل الزوجه ديالو، تقدر الزوجه ديالو تغسل. هو الانسان خاصو تكون درايه، انسان يكون على علم، انسان خاصو يكون على علم، ماشي يكون على جهل. الانسان يدير السنه، والحمد لله داكشي راه ساهل. الانسان يتوكل على الله ويدير السنه ويكون الكتمان، لان الموت كيبغي الكتمان. لكن شي حالات كتشوفهم ما خصكش تبوح بهم. واول حاجه هو الانسان يكون طاهر، ويكون كيصلي. اول حاجه يكون كيصلي باش يقوم بهذا العمل. لما كانش كيقوم بهذا العمل، ما كانش كيصلي، راه ما يدير حتى شي حاجه مقبوله منه. نطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. الحمد لله. بالنسبه للموت، نقاطعك، بالنسبه للموت، باش غادي نعرف انا الانسان من من الحاله ديالو. دابا انت قلتي بعض المرات كتشوفوا شي حوايج ما خصكش سميتو تبصرهم، شي حوايج انك تبصرهم، باش كتعرف انت ان ذاك الانسان مبصر؟ واش زعما من الابتسامه فغادي كنحكموا عليه؟ لا، ماشي كتحكم عليه باش كتقول لي بانك كتزكيه. حنا لا نزكي احد، حنا غير ما كنزكيو حتى شي واحد. انسان من العالم، انسان راه كيبتسم، كتلقاه هذاك بعدا اما كان كيصلي، اما كان كيدير شي خير، هذاك الشيء اللي كيبقى معاه العلم ديالو، يعني من الله، عند الله سبحانه وتعالى. غير هذيك البشاره ديال الابتسامه او مشاهد، كتقول هذا الانسان من ديتك راسك انت، كتقول هذا الانسان وقيلا قريب الله عز وجل. الاحساس كاين الاحساس، كتقول هذا السيد راه مبتسم او مشاهد، اذا راه كان تقرب الى الله عز وجل. هذا هو المهم. كيكونوا شي حالات صعاب، كيكونوا والله اغفر لنا ولو، اللهم اغفر لنا ولو. شي حاجه ما نقدرش نقول لك شي حوايج ما كنشوف. الحاجه اللي كنشوفهم هو الانسان متشهد مبتسم، نقول لك هادشي. الحمد لله لقينا ناس مشاهدين، ولقينا ناس مبتسمين، لقيناهم عدد كبير الحمد لله. الحمد لله. وكاين اللي كنلقى الله مصلي الفجر ولا الله مصلي العشاء ومول من الدامات، ربما هذاك كتكون عنده حسن الخاتمه الحمد لله. طلب الله سبحانه يتقبل منه. امين يا رب. في سبيل الله، في سبيل الله، غسل الاموات في سبيل الله. بالنسبه للعمل ديالك دابا، العمل ديما متقبلينه انك في اي جنازه كنلقاوك انت حاضر؟ واش ما فهمتش بعض المرات ممكن تكون زعما كيضغطوا عليك يقول لك لا ولا شي حاجه؟ حيت في اي جنازه لحد الان كنشوفك كنلقاك حاضر في الوقت وفي كل شيء. الحمد لله. هذه فضل من الله سبحانه وتعالى. باش جبتي معايا الموضوع مزيان، انا خدام في الشركه ديال النصارى، كانوا النصارى خدام معاهم، كنت كنخرج نغسل الاموات، كنجي كنلقى الصالير ديالي في الشهر هو هذاك. ملي مشاو هذوك النصارى بقاو العرب، ملي بقاو العرب قال لك اسيدي دابا انت، حنا النصارى راه مشاو، انت اللي بقيتي معنا دابا هنا، دابا نتايا كتخرج بزاف، كتمنك بزاف، كدير بزاف حق وقيله، حنا راه غنديرو معاك واحد الجانب بانك كتخرج بزاف من الشركه. ودي انا كان كنخرج من الشركه، راه القاوري راه كان نصراني، راه كان كيخلصني وانا كنمنك. دابا نتوما كمسلمين وليتو كتمنعوني، علاش كتمنعوني؟ قال لك لا سيدي، خدمتي تخلص، ما خدمتيش تخلص. قلت لهم واحد الشرط غنقولوا لكم. قال لي ما هو؟ قلت لهم شوفوا، انا غادي نخرج نغسل الاموات، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ملي كيموت بنو ادم كيقطع العمل من ثلاث: صدقه جاريه،
علم ينتفعوا به، ولد صالح يدعو له. حنا الوالدين الله يرحمهم، حنا طولنا على هذا العمل لاجل الوالدين. كيما ودي انا راه ملي كنمشي نغسل ولا كنصلي بهم صلاه الجنازه ولا كنكون كفل ولا نفر كندعي معكم. قالوا لي لا ما تدعيش معنا، الا خدمتي تخلص ما خدمتيش ما تخلص. كيما انا شرط واحد، انا غنخرج وانتم ديروا اللي بغيتوا. فعلا وليت كنخرج كنقطع بعض المرات، لا اله الا الله، الله يجعل مغفرة الذنوب لينا ولا. بعض المرات كنلقى 20,000 25 10,000 مقطوعه في الشهر. هو كيقول لك العمل عباده، هما كيقولوا لك الناس راه العمل عباده، حقا العمل عباده. ولكن يا اخي الكريم راه ملي كيعيط لك واحد الانسان كيقول لك با مات ولا خويا مات ولا امي ماتت، انا ما كنقدرش، انا ما نقدرش انسان ملي كيعيط ليا ولو نكون فين ما عرفت فين نكون نمشي معاه. باش الحمد لله المشكل ممكن تقوم بالواجب ديالك. الحمد لله بارك الله فيك. مثلا بغيت تعاود ليا ديال جوج رجال من ولاد الدب، فهمتوا بحال بواتنا اسماعيل الله يرحمه باسماعيل المؤذن، انك غسلتيهم. لا اله الا الله، الا دازت لك. لا اله الا الله. اللهم لا تحرمنا اجرهم امين يا رب، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. امين يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر المبارك، أن يتغمدهم الله برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. سي إسماعيل رحمه الله، واش الوالد ديالو كان مات توقع غسلتيه؟ لا الوالد ديالو كنت في العمرة، ما حضرش لي، لا ما حضرش لي مسكين، الله يولي برحمة الله. هو مات في رمضان. في رمضان تا هو. اللهم هذاك الشاب ديال ولده تا هو الوالد ديالو الله يرحمه، الله يصبر الأهل ديالو. سي إسماعيل فقدنا واحد الأخ، ونعم الأخوة ونعم الجار ونعم الإنسان. كان رحمه الله مواظب على الأذان في مسجد الكوثر ياك على ذلك. كان رحمه الله ونعم بالله. كان عنده واحد الأذان لدرجة كنت كنسمعو أنا في صلاة الفجر. حدا سيدي عبد الرحمن مور وقمول، هو في شارع أزمور في مسجد الكوثر. والله العظيم الا كنت كنسمع الصوت ديالو في اذان الفجر، كنت كنسمع الصوت ديالو من سيدي عبد الرحمن، من حي العساني سيدي عبد الرحمن الله يولي برحمة الله. مسكين هذاك السيد الله يولي برحمة الله. الحمد لله هذاك العمل اللي كان كيدير سهل الله سبحانه وتعالى. الموت ديالو ما عذب حتى شي واحد، ما تعذب، حبوا الله سبحانه وتعالى وبغاه، وتكلفنا بالغسل ديالو الحمد لله، وكل شيء الامور دازت على ما يرام، حتى الدفن ديالو داز الحمد لله، كل شيء على ما يرام الحمد لله. الله يولي مع الله. وسي لقمان الصديق والحبيب والاخ والجار، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وله ما تقدم وما تاخر. الاخ ديالنا لقمان مسكين ملي بغى يقطع الرجل ديالو تما فين غادي نعرفو اول مره، كنت انا السبب، والله سبحانه وتعالى وفقنا لهذاك الخير، باش درنا مع هذاك الخير جبار مسكين باش تقطعت رجلو، وبقينا معاه كنمشيو ديما مسكين نزورو لله، لدرجة تولي كيقول لي انت الاخ ديالي ما ولداتيش لي امي، انت الاخ ديالي اللي ما ولداتوش لي امي. ومسكين ملي كنبدا نقرا عليه القران كيبدا يردد معايا، اخر ما قريت عليه مسكين الله يولي برحمة الله، كيقول الله سبحانه وتعالى ما حملش من الارجل ديالو، والله يصبر وليداتو والله يهدي وليداتو والله يرضي فيهم. لدرجة مسكين كنت كنقرا عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. مسكين ملي كنبدا نقرا عليه كيبدا يعاود معايا وكيبقى يقول لي كرر 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 كرر. هذا هو آخر لقاء مع مسكين. تدازت واحد المده في 12 ديال الليل وقيله، كان عندي واحد اللقاء في واحد الجنازه بالليل، كيقولوا العشاء، وعيطوا لي مسكين ملي جيت لقيته كيتحضر، لقيت مول الامان دا امانته، وتكلفنا الحمد لله بالغسل ديالو، والحمد لله كلشي داز عنده مزيان، لا بالجنازه ولا في الدفن ولا. نطلب الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من الاجر ديالو، ونطلب الله سبحانه التوفيق في المباقي ان شاء الله. والله يرحم الجميع، الله يرحم الجميع، قال الاموات الله يرحمهم، نطلب الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من الاجر ديالهم.
الناس ديال فيكتوريا ولا الناس ديال السعوديه ولا الناس ديال دول حاجه فاطمه، جميعا جميع المغاربه الحمد لله. مصطفى عاود لنا على العمره، تحجيت الحج؟ عمره الحج لا العمره الحمد لله. كنشكر الاخوان اللي كانوا السبب في هذيك الزياره لهذاك المقام، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا. انا العمره ما مشيت لها في سبيل الله، دوري الناس في سبيل الله، لدرجه واحد سوى لي باسبور على اساس باش يديني، وواحد السيد الله يجازيه بخير اني كل جزاء كنت بغيت نغسل واحد السيد جارو، قال لي واش نعاونك؟ قلت لي مرحبا. جا بدا كيعاونني ويقول لي واش حاج؟ قلت له ودي لا. عمرها؟ قلت لي لا. قال لي ودي راه الى كتاب الله راه نقدر نصيفطك الى سخر الله. دازت الايام جات الايام، جا واحد الاخ صور لي باسبور على اساس باش يديني هنا في فيكتوريا، لا داعي الاسم ديالو، ومسكين صور لي باسبور على اساس باش يديني، وبقات الظروف واقيلا الامكانيات ولا كيفاش، بقات واحد المده ديال 6 شهور ولا 7 شهور هي باش يجي الاخ الاخر اللي من وراه قال لي واش عندك الباسبور؟ قلت له عندي الباسبور. قال لي بحال والو غنديك. دازت واحد المده ثاني شي 3 شهور ولا 4 شهور، تلاقيت معاه غادي نغسل واحد السيد جارو، قال لي واش نعاونك؟ قلت لي مرحبا عاوني. قال لي شوف راه قيل راه غيكتب لك العمره. دازت واحد المده، عاوتاني غادي من الموطور غادي نغسل واحد السيد جارو من تما، عاد تلاقيت مع الزنقه قال لي اجي الحاج قيد النمره ديالي، قيدت النمره ديالو، قال لي شوف باش ما كان فكرني. دازت واحد المده عيط ليا قال لي الحاج واش عندك الباسبور؟ قلت له عندي. قال لي راه عيط لك الله سبحانه وتعالى العمره، والحمد لله داوني. الامكانيات ما عنديش، انا ما عنديش امكانيات باش غنمشي للعمره ولا الحج ولا، حنا يلاه مضاربين مع الوقت الحمد لله. وسخر الله وجات في ديال رمضان ديال 2025 دوزنا 44 يوم الحمد لله، مشينا لذاك المقام زرناه ودعينا مع الاخوان، طلبوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر المبارك اللي يحرم من قال لا اله الا الله محمد رسول الله من هذاك المقام عمره او الحج. نسال الله سبحانه وتعالى دوك الناس اللي كانوا السبب ديالي في هذيك البيت، زياره هذاك البيت، نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويسر لهم امورهم ان شاء الله. امين. قبل ما نختم اللقاء عاود لنا على المسجد اللي كنشوفوا انه تبدل، كان في راس قبل ولا في راس جديد؟ جديد، ماشي غنتبع عليكم واش حاجه. انا الحمد لله اول حاجه هي الثقه اللي تاقوا فيا الناس ديال فيكتوريا، الناس ديال فيكتوريا والناس خارجين فيكتوريا، لان الناس صيفطوا لي فلوس خارج فيكتوريا، خارج كازا وخارج فيكتوريا الناس، والحمد لله هذيك اول نقطه كنقولها هي الحمد لله على الثقه اللي تاقوا فيا الناس. هذا المسجد ديال المسجد بن عمير، مصعب بن عمير في بلوك 17 في فيكتوريا، لدرجه قال لي الاخ ديالي هذا الجامع راه فيه واحد الموكيط، واحد الموكيط فيه رقيق، موكيط احمر فيه رقيق منو لا موزيك، يعني الانسان المصلي كيتمنى من الامام امتى يسلم، لدرجه باش هذاك المصلي ينوض، لان داك لا بويسونس ديال الزربيه رقيق فوق لا موزيك كيدبر الناس لدرجه مساكن الناس كيتمحنوا في الركوع في السجود الناس كيتمحنوا. ملي دازت واحد المده قال لي الاخ ديالي هاد الجامع راه نشوفوا كيفاش غادي نفرشوه، قلت لي مرحبا. اول كلمه غندخل المسجد والله شاهدون عليه، قلت لهم شوفوا هذا المسجد والله حتى غيتفرش باذن الله، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. خديت واحد البديره، وهاد البديره الحمد لله راه في اخبار الناس ديال العيد دياب من 2016 و 2017، يعني كندير هاد الاعمال لله، انا مواظبين على هاد العمل ديال المسجد كنا كنديرو في سبيل الله انه الاخ ديالي، يعني واحد المده اللي كنا كنديرو هاد العمل الصالح للمساجد، وربي وفقنا للخير هذا الحمد لله، لان الوالد ديالنا كان كيدير هذا الخير. والمهم هي الثقه. قال لي ودي راه الاخ ديالي غندير نفرجو الجامع، قلت بسم الله. خديت واحد البديره قلت غندور للناس ديال فيكتوريا، درت على الناس ديال فيكتوريا، وتحيه لهم من هذا المقام، الناس ديال فيكتوريا المالي الحوات نساء ورجال كلهم، حتى شي واحد ما تخلى،
حنا كنا بغينا نجمعو غير 5 مليون باش نفرشوا الجامع، ولينا واصلين اسيدي 7 مليون ونص اللي جمعت هذا العام الماضي، 7 مليون ونص. وجاو شي اخوان كملوا ليا تصدق للجامع وقيلا مفرش وفيه البلاكارات وفيه التلفازات والطواليطات مصايبين اذا جات وقيلا شي 8 مليون ونص وصلت. الحمد لله الفراش رغم الناس عانيت معاهم بعض المصلين غفر الله لهم، لدرجه كانوا كيقول لي متسول طلاب فعال طلاب فعال خليته، لدرجه كنت غنساحب. جاو بعض الشباب قال لي يا حاج الله يجازيك بخير الهدف ديالك شنو هو؟ قلت لهم الهدف ديالي هو الجامع يتفرج. قالوا لك الهدف ديالك الجامع يتفرج سد ودنيك وكمل العمل ديالك، وجزاهم الله خيرا احسن الجزاء على هذه النصيحه هذه. وكملت الحمد لله. وجات الذكرى 18 11 عيد الاستقلال، كانت الفرحه عارمه بالمسجد الحمد لله. تفرشت المسجد بواحد الطريقه لا يرثى لها، فراش من طرز الرفيع الحمد لله. تفرج الجامع، درنا البلاكارات ديال الصبابات، درنا لهم التلفازات، اضاءه الحمد لله، لدرجه الناس ولاو كيقولوا هذاك الراجل راه مسكين راسه الله فينا، ولكن الله سبحانه وتعالى اللي تهلا فيهم، انا غير سبب. والناس اللي شاركوا والناس اللي ما شاركوش والناس اللي كيصليو والناس اللي كيدخلوا للمسجد كلهم الله يجازيهم عنا احسن الجزاء. كل من ساهم ولو بدرهم واحد ساهم بدرهم، واحد الشاب ساهم بدرهم وحده، قالك ودي راه ما عنديش درهم ساهم به، الله يجازي بنا احسن الجزاء. ونطلب الله سبحانه وتعالى ماشي دابا انا كنزكي راسي على حساب المسجد، هذا المسجد الله سبحانه وتعالى ربنا يحميه، انا غير سبب انا والاخ ديالي والناس اللي ساهموا الله يجازيهم احسن الجزاء. والشكر للاخ يوسف اللي كان السبب في هذا الجمع في هذا اللقاء. امين الله يحفظك. توجه شي رساله، شي اخر كلمه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا ربي يا كريم نسألك يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، قلت وقولك الحق في كتابك المحكم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم يا ربي نحن في هذا البيت ومع هذا الشباب، اللهم يا ربي اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا محروما. نسألك يا عظيم اللهم يا ربي يا كريم نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلدنا هذا، اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر ومن بطن. اللهم هذه شباب المسلمين، اللهم هذه شابات المسلمين والازواج ديالنا والابناء ديالنا، اللهم اجعلهم يا ربي من حفظة كتاب الله. نسألك يا رحمن اخواتنا واخواننا المستضعفين في فلسطين انهم يجوعون ويصلبون، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم تقبل منا انك سميع عليم. اللهم يا ربي احفظنا بالقران وبالصلاه الحبيب الادنان وبعيد ليس التي تنام. اللهم يا ربي بلغنا ليله القدر ونكون في احسن الظروف ان شاء الله. اللهم يا ربي تقبل منا كل حرف من القران. اللهم يا ربي تقبل منا انك سميع عليم. اللهم اصلحنا واصلح والداتنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبق بالايمان. اطلب الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ان شاء الله. اطلب الله سبحانه وتعالى الله يتقبل منا الصيام والقيام والركوع والسجود. نسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت كنا الظالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تحيه للسي يوسف والاخوان. السلام عليكم ورحمه الله.